السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الفيديو بخصوص تأخر لف العيش. ليش البلابل اللي عندك بالمحمية مثلا يتأخرن ما يلفن عيش من وقت؟ شنو السبب؟ طبعا هي أسباب هواي، بس احنا راح نحكي اليوم عن إذا الزوج اللي عندك يعني جاهزات 100%. وأقصد من جاهزات 100% أنه نثية وفحل، يعني تعرف جنس النثية وفحل ومتزاوجات، ولا متلكات مثلا جاي يبدلن الريش ولا هذه، وشوفن انت متاخرات ما يلفن عيش. فشنو السبب اللي ياخرهن؟ ليش يتاخرن بلف العيش؟ طبعا اسباب يعني اثنين هن اللي اهم اسباب راح اذكرهن. اذا كان الزوج اللي عندك جاهز 100% وتاخر بلف العيش. السبب الاول هو يتعرض مثلا الخوف داخل المحميه، يعني اكو شيء مثلا مخوفهن، مثل ابو بريس، او مثلا فد بزون او فد حيوان مثلا يجيهن للمحميه يخوفهن دائما، فعندهن خوف من المحميه، من هذا المكان ما مأمنات. بهالحاله ما راح يلفن عش يعني عندك بسبب الخوف. فانت لازم شو تسوي؟ الحل مالته هذا اذا كان خوف انه لازم تراقب المحميه مالتك وتشوف شنو اللي يطلع لهن، شنو اللي جاي يخوفهن، ليش جاي يخافن من هذا المكان وتأخرن بلف العيش، شنو السبب، وتعالج المشكلة. انه تعالج ليش سبب هذا الخوف. مثلا اذا ابو بريس لازم تحصنها المحمية مالتك، ما تخلي اي ثقب بيها. واذا مثلا فد مثلا يجيها بزون او فار او شيء، بعد ترتب امورك مثلا ما يدخلها اي شيء ولا يجيهن اي شيء يخوفهن. يعني لازم تحل هاي المشكلة. هاي بالنسبة للخوف اذا كان السبب خوف. السبب الثاني، اكيد انت هسه من مخلي لهن محميه لازم مخليهن اعشاش 2 أو 3. السبب الثاني هو شنو؟ النثيه ما اقتنعت بمكانات الاعشاش. وطبعا هو هذا الطير يعني كلش حذر، كلش حذر ودقداقي، يعني مزعج بالذوق ماله وبالمزاج ماله. يعني هاي النثيه اذا ما اقتنعت بمكان الاعشاش مستحيل تلف عش. يعني الا تقتنع بمكان العش، يلا تدخل بالعش وتأمن من عنده وتلف بيه، تلف له يعني من هذا المواد مال العش. فشو تسوي بهالحالة انت؟ تغير مكانات الاعشاش وتضيف لهن عش. مثلا اذا كان 2 تخليهن 3، اذا كان 3 تخليهن 4، اذا كان 1 تخليهن 2، وتغير مكاناتهن، لا تخليهن نفس المكانات القديمة. وراقب النثيه اللي عندك بالمحميه وشوفها راح تدخل بالعيش لو نفس الحاله ما تدخل. اذا دخلت بالعيش مرتين 3 معناتها امنت بيه واختارت المكان اللي هي راح تقتنع بيه وتلف بيه عيش ان شاء الله. ولف العيش على فكره هو ترى ما يتاخر، يعني لف العيش كله يومين اذا المواد مالته موجوده، وورا يومين تبيض. فيعني العمليه كلها 5 ايام 6 ايام هي مكمله كل امورها، لافه عيش ومبيضه. هذا أهم نقطتين أنا حبيت أذكرهن. وأعيد وأقول إنه هذا الحكي للي عنده زوج جاهز 100%، ما بي أي خلل، يعني لا متلك ومتزاوجات ونثية وفحل، يعني متأكد من عندهن. هذا السببين بس، لأن الخوف اللي قلنا إحنا إذا يجيهن حيوان مثلا يخوفهن أو مكانات الأعشاش. وإن شاء الله هذا الموسم خير علينا وعليكم يا الله.